فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب صفوف النصر السعودي بجائزة أفضل هداف للعام الرياضي الجاري 2023، وأصبح رونالدو اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف على مدار العام الحالي برصيد 53 هدفاً على مستوى كافة البطولات. إذا أعجبك الفيديو شاركنا بتعليق، ولا تنسى الاشتراك في القناة. وتفوق كريستيانو بالجائزة على هالاند وكين ومبابي، حيث أصبح النجم البرتغالي رونالدو هداف العالم 2023 برصيد 54 هدفاً، متفوقاً على الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ برصيد 58 هدفاً، والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب نفس عدد الأهداف 58 هدفاً، بينما يأتي هالاند رابعاً برصيد 50 هدفاً. ورغم أنه لم يقدم المستوى المنتظر طوال المباراة، إلا أن كريستيانو رونالدو ظل صامداً حتى جاءت فرصته في الدقيقة 90 ليحرز هدفه الأخير في 2023 ويعزز موقعه كهداف للعالم هذا العام. وحقق النصر فوزاً مستحقاً أمام مضيفه التعاون 4-1 ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة ويواصل مطاردة الهلال على القمة. بدا رونالدو بعيداً عن الفعالية طوال المباراة، وتجلى ذلك في العديد من التمريرات الخاطئة والوقوع في فخ التسلل أكثر من مرة، كما عانده القائم وسوء الحظ في فرصتين، لكنه لم يستسلم. انتظر صاحب 38 عاماً حتى الوقت بدل الضائع في المباراة ليسجل هدفه رقم 54 هذا العام، ويعزز انفراده بصدارة هداف العالم بعدما تفوق على الجميع. فهل حرم رونالدو من حفل التتويجات في العام الفائت؟